بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم ولايف جديد. عملها الأهلي مع الزمالك في قلب بيت عقبة، مجمع كابتن إبراهيم يوسف رحمة الله عليه الرياضي في نادي الزمالك. النهاردة الأهلي لاعب الزمالك في تاني مباريات كأس مصر مواليد 2005، والأهلي كسب 3-2. مباراة كانت قوية طبعا، دي بطولة تنشيطية عاملها اتحاد الكرة لمواليد 2005. الزمالك كده خرج من البطولة، خسر أمام سموحة بعد ما رسم ضربات جزاء 35-36. كانت مباراة غريبة وعجيبة كده، والدنيا ليلت وراحوا لعبوا نجيل صناعي وقصص وحكايات، ونزلوا من الأتوبيس وناس سابت الاسكالوب وقعدوا ياكلوا، وكان الماتش انتهى 1-1. وهاني العجيزي مدرب سموحة وهو أيضا كان في النادي الأهلي كسب في النهاية وخد نقطتين، والزمالك خد بونت واحد. النهارده الزمالك خسر امام الاهلي 3-2، وبالتالي اصبح الزمالك رصيده توقف عند نقطه واحده وخرج من كاس مصر، بينما تصدر الاهلي مجموعته برصيد 6 نقاط. البطوله بتتعمل ازاي؟ 5 مجموعات، بياخدوا الاول من كل مجموعه، واحسن 3 توالت يوصلوا دور الثمانيه، وبعد كده يلعبوا بنظام خروج المغلوب. الاهلي كان تقدم ب 2-0، والزمالك احرز هدف التعادل. ضغط الزمالك بكل خطوطه وبكل قوه، احضر العديد من الفرص، وفي النهايه النادي الاهلي سجل الهدف الثالث اللي يعني كان في الدقائق داخل 95 او 90 بلس سايد، والزمالك قدر ان هو يحرز هدفا شرفيا في الدقيقه 99. ماتش قعد 100 دقيقه. طيب، ده اول حاجه معانا. الحاجه الثانيه، كابتن حسام حسن عمل مؤتمر صحفي بكره ان شاء الله هنلاعب موريتانيا. والحقيقه انا مش عارف ليه كابتن حسام بيخرج تماما عن المباراه وكل ما يدور فيها، ويقعد يتكلم عن اتحاد الكوره والناس اللي جايه والناس اللي راحه، ومفروض اللي جاي ده ما يبقاش موجود، ولو عايزين ترجعوا الكوره صح اخر 10 سنين الناس اللي كانت موجوده تبعد عن المشهد ما تبقاش موجوده، انتوا دايما ما بتدونيش حقي، ولو كان مدرب اجنبي كنت عملته وسويته، وفي نفسيات مريضه وفي نفسيات. يا كابتن حسام كلنا معاك. كابتن حسام انت ماسك منتخب مصر، حتى لو في 2 3 او 4 5 اللي عندهم انتقادات مش مشكله. كل مدرب منتخب مصر بيبقى عنده يعني اللي بيسانده ويدعمه، واللي ساعات بينتقده، واللي ساعات بيبقى جنبه، واللي ساعات بيبقى مش معاه. لكن فكره ان انا وان واي هي دي المشكله. يعني انا واحد من الناس وكنت قاعد معاك بقول لك احنا معاك وسبورت ليك، لان انت مدير فني منتخب مصر، وقلت نتائجك رائعه، وامبارح في الراديو قلت نفس الكلام. انت راجل ما خسرتش ولا مباراه، عملت التارجت اللي عليك وزياده، بصرف النظر عن ان المستويات مش عاليه، لكن ده مش معناه ان انت انتقص من قدرك او حد ينتقص من قدرك. ركز يا كابتن حسام، مالكش دعوه بانتخابات اتحاد الكوره، مين يجي مين يروح. انت راجل بتمثل مصر او ليك مهمه قوميه، تخرج بقى تفكر مين اللي جاي ومين اللي رايح، وتعمل يعني صدامات مع ناس ما انت مش عارف هم مين ولا ليه. وحضرتك بتشكر الشخصيه القياديه اللي جابتك. وليه الاحساس دايما ان احنا عندنا حد من فوق، واللي فوق اللي بيعملوا يا عم اللي فوق عندهم اللي يكفيهم، خليهم في اللي هم فيه، الله يكون في عونهم. انما احنا جاي بنتكلم في اتحاد كوره او بنتكلم في منتخب مصر، نقعد نقول اللي فوق واللي تحت واللي جاره واللي ما الحاجات اللي زي دي هي اللي عامله مشكله وهصص للناس. اصل جاي لي قرار من فوق، قرار من فوق مين يعني؟ في ده اللي هو مين؟ اللي مين حضرتك؟ مش فاهم. ما اللي عنده كلمه فوق ما يقول اللي فوق ده مين؟ ما اللي فوق ده يطلع قول لي فلان ده اللي جابني. رئيس الوزراء مثلا؟ وزير الدفاع اللي جابك ولا مش فاهم؟ وزير الداخليه اللي جابك؟ يا جماعه مش كده. يعني اذا كان دي طريقه اداره كره القدم في مصر فعمركم ما هتتقدموا. ما نقعدش نقول اللي فوق واللي تحت ونقعد نعمل تصورات زي ما بعض الناس يقول لك ايه، انا كلمني الرتبه الفلانيه، انا كلمني الشخصيه القياديه، الجهه السياديه. ايه يا جماعه في ايه؟ يعني ما الناس دي بشر زينا وعندهم مهام والتزامات واعباء، والله يكون في عونهم. اذا كان بيتكلموا مع حد فده طبيعي ان هم الناس بتتواصل مع كل مؤسسات الدوله. لكن فكره بقى ايه فلان اللي جابني، فلان لا، على فكره انت كده بتسيء للناس دي. تقصد بقى لا تقصد، انت بتسيء الناس دي بالطريقه دي. انا اسف جالي تليفون كده، مش هينفع. دي مش طريقه اي مؤسسه او كره قدم يا جماعه، مش كده. ارجوك يا كابتن حسام ركز في كره القدم بعد اذن حضرتك.
بصرف النظر بقى عن التصريحات كلها اللي اتقالت. انت معاك فريق محترم، عامل نتائج محترمه، ركز في الملعب، مالكش دعوه باي حاجه تاني. اللي هيسندك ويدعمك لا الشخصيه الفلانيه ولا الاعلانيه، او دي اول حد ممكن يخلع ايده منك لو انت مش شغال كويس. هيقف قدام الراي العام كله لو انت وحش؟ لا، ولا هيقول لك انت بتاعتك كده. انما انت نجاحك بتستعين بالله سبحانه وتعالى، بتأدي دورك، ربنا بيكرمك، بتخلق شعبيتك، الناس بتأيدك، بتعمل نتائج كويسه. ادخل تخيم ما يقدرش يعمل لك حاجه طالما بتخدم البلد بشكل محترم وبتعمل نتائج كويسه. مش كده ولا انا مش واخد بالي يا جماعه؟ تمام؟ دي بس نقطه من اول السطر. وما اعتقدش كلامي بيزعل حد، لا مسؤول ولا غير مسؤول. اللي بنقوله ده كلام يرضي ربنا سبحانه وتعالى، ما يرضيش حد من المسؤولين. انا مش جاي هنا اتكلم عشان ارضي المسؤول الاعلاني ولا المسؤول الفلاني، كامل التقدير واحترامي لكل الناس، لكن انا بتكلم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وربنا فوق الكل. ربنا فوق ايه؟ الكل. طيب ده بالنسبه للقصه دي. القصه الثالثه اللي معانا، انا فوجئت النهارده بتصريحات ل المدير الفني رابط بوخارست، اللي هو الاب الروحي لبوبنزا اللي اتعمل عليه فيلم واتقال عليه كلام كتير جدا، والزمالك خلاص وصل البطاقه الدوليه معانا اهي ومحدش يقدر ياخدها. فالراجل النهارده قال تصريحات قويه جدا، قال لك على الزمالك ان يعي ان البطاقه الدوليه معانا، ومفيش حاجه اسمها بوبنزا مش هيلعب، واللي عنده حاجه يعملها، والبطاقه اللي معاه بطاقه دائمه مش مؤقته. انا هنا لا اؤكد كلامه، لكن كل الكلام اللي جاي لنا كان نادي الزمالك قال معاه البطاقه وحقه مضمون. اسبوع وفجاه النهارده ببعض المسؤولين في الزمالك يقول لك لا احنا خناقتنا مش على البطاقه الدوليه، خناقتنا على ان هو موجود ولا مش موجود. طب يا جماعه، هو الموضوع راح لفين؟ هو كده كده الراجل مش هيلعب في مصر ولا هيلعب في الزمالك، بس الزمالك قال ان انا ليا حق، وكل الناس دعمته، اتحاد الكوره نفسه دعمه ورفض ارسال البطاقه الدوليه. طب والبطاقه اللي جت للزمالك دي بطاقه ايه؟ لما هي مش البطاقه الدوليه. طب هو الراجل قاعد ده كله ما بيلعبش ليه؟ اكيد البطاقه اللي عند نادي الزمالك دي لها حيثيه واهميه، بدليل ان هو ما لعبش لغايه دلوقتي مع رابط بوخارست. ما علينا، يعني تصريحاته كانت غريبه جدا، وكنت منتظر يعني اذا كان في ايضاح اكتر من نادي الزمالك، لكن الكلام كله قال ان المشكله مش مشكله بطاقه دوليه. طيب ده بالنسبه لهذه القصه. عايز اهو الفيفا يوافق على اصدار بطاقه مؤقته للاعب الجابوني، وبعد كده قال الراجل لا دي بطاقه نهائيه وليست بطاقه دائمه. ادخل بعد كده على جزئيه تانية، الزمالك وقصه اكبر قلعه رياضيه في مصر. وانا قلت يا جماعه الكلمه ما فيهاش اي مشكله، وزي ما اتقال بيتقال على الاتحاد السكندري سيد البلد، وبيتقال على الاسماعيلي برازيل مصر، وبيتقال على النادي الاهلي بين جماهيره احسن نادي في الكون، بس ما حدش بيطلع يحط لوجو في قناته اكبر قلعه رياضيه، وما حدش بيقول ان ما كانش عاجبك احنا مش هنخليك تشتغل في الوسط الرياضي. هذا كان تهديدا واضحا ولم نكن موفقا. انا ما عنديش مشكله خالص ان الزمالك يتقال عليه اكبر قلعه رياضيه في مصر، ولا في مشكله، ما انت ما بتقلش من حد، تمام. انما يعني يا اخي بلاش قالوا الزمالك. انا قلت لك النهارده لو بتاع الشمس قال لك انا احسن قلعه رياضيه في مصر، هتقول لا؟ ولا ما اعرفش مين قال لك اكبر قلعه رياضيه في مصر؟ طب فوجئت بالاستاذ او المهندس هشام نصر قال لك ان احنا هنسعى ان احنا نوثق الكلام ده عشان نحفظ حقنا. تحفظ حقك في ايه؟ في ان انا اقول الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. جميل. النهارده وزاره التموين صدمتنا وصدمت نادي الزمالك، قالت لك مفيش حاجه اسمها طلب لتسجيل علامه اكبر قلعه رياضيه في مصر، احنا ما وصلناش حاجه. طب يا فندم لو وصل لك، قال لك ولو وصل لي، هل في جهه بتمنح هذا اللقب؟ لا. يبقى انا مش هسجلك علامه ايه؟ وهم. امال التموين سجلت ازاي للاهلي ان هو احسن نادي في القرن او نادي القرن الافريقي؟ عشان خد مستند رسمي من الاتحاد الافريقي يفيد بانه منح النادي الاهلي لقب نادي القرن الافريقي في كره القدم. صح؟ صح. مين بقى الجهه اللي انت النهارده هتخاطبها كزمالك عشان تديك لقب اكبر قلعه رياضيه في مصر؟ في جهه؟ لا. يعني يقدر النهارده ياسر ادريس وهو زملكاوي كبير يدي نادي الزمالك، هو رئيس اللجنه الاولمبيه، لقب اكبر قلعه رياضيه في مصر؟ ما يقدرش، مش سلطته. اتحاد الكوره يقدر يقول حاجه زي كده؟ لا. طب وزير الشباب والرياضه وهو زملكاوي اصيل يقدر يدي الزمالك لقب اكبر قلعه رياضيه في مصر؟ مش سلطته، مش امكانياته. يبقى اذا شكرا،
شكرا جزيلا. نقطه من اول السطر. الزمالك يكتب اكبر قرار قضيه في مصر في القناه بتاعته، حقه تالت ومتلت وما عنديش اي مشكله، لكن انا دايما اختلاف يا جماعه على كلمه اللي مش عاجبه كده هنطلعه من الوسط الرياضي. مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها عافيه. الموضوع مش عافيه. جمهور الزمالك كله على عيننا وعلى راسنا، اخواتنا وقرايبنا وحبايبنا، زي ما بنقول الاهلي اخواتنا وقرايبنا وحبايبنا، كلهم ناس محترمه وافاضل. بس فكره ان انا هو كده اللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط، لا، ما حدش يضرب دماغه في الحيط. ما ينفعش. لا دي اسلوب ولا دي طريقه ولا ده ينفع باي حال من الاحوال. بالمناسبه الزمالك يعني خلال اسبوع يجب ان يدفع لنادي انبي مبلغ. واحد بيقول لي شيل الزمالك من راسك شويه يا محترم. والله انت محترم يا استاذ محمد جمال. والله انا ما حاطط في الزمالك يعني في دماغي. بيقول لي بطل اخبار مفبركه. طب حضرتك ممكن تقول لي ايه الخبر المفبرك اللي انا قلته؟ يعني هات لي خبر واحد مفبرك، يعني اللي انا بقوله ده خبر مفبرك؟ يعني لو انت عندك دليل على كده قول لي، وتحت امرك وخالص تقديري واحترامي وسعيد بالتواصل معاك. طيب زياد كمال اهو، ده برضو خبر مفبرك. زياد كمال انبي هياخد حوالي 150,000 دولار قيمه البونص التعاقديه بقى. الزمالك خد كاس مصر، والزمالك قصدي خد كاس سوبر وخد كونفدراليه، وهيدفع حوالي 7.5 مليون جنيه لانبي بسبب زياد كمال اللي لعب لغايه دلوقتي على مدار اكتر من موسم، يعني نص موسم قصدي، خد دفع يعني لعب قد ايه؟ اهو قدامي 80 دقيقه كونفدراليه وسوبر افريقي ومتشكرين. طيب بالمناسبه يعني برضو بتروجيت بقى الكلام بقى بدا يخش في حته ايه؟ الناس فكرت انها بتضحك، برضو غلط. يعني بتوع بتروجيت كتبوا على الحساب بتاعهم النهارده كسبوا الزمالك، يعني بتروجيت يعيد ترميم قلعه الزمالك الرياضيه بفوز ودي 2-1. طبعا الكلام ما يصحش. بعد حوالي يعني قول 3 4 دقايق كده تم تعديل البوست الى بتروجيت يفوز على الزمالك وديا 2-1 وشكرا. يا جماعه برجوكوا الموضوع ما هوش مدعاه للتنكيت والضحك. الحاجات اللي زي دي ما يصحش. لا نقلل من الزمالك ولا نمشي ورا الكلام دوت اللي بيعمل مشاكل. وتاني بقول اللي عايز يثبت ان هو كبير بيثبتها بالفعل لا بالقول، بيثبتها بالبطولات مش بالشعارات البراقه وانا اكبر شعبيه وانا اكبر قلعه رياضيه وانا احسن نادي في الكون. اثبت ده ببطولاتك. طيب عايز برضو اكلم حضراتكم على جزئيه تانية تتعلق ب علي معلول. علي معلول يعني وفقا لتقديرات الجهاز الطبي في النادي الاهلي الراجل دخل تدريبات كرة وهيبقى جاهز نهايه نوفمبر. يعني احنا بنتكلم في دلوقتي في حدود شهر ونص، قول على شهر 12. علي معلول اسرع دريبل في مصر هيكون جاهز للعب في النادي الاهلي. اعتقد ان علي معلول هيبقى اضافه كبيره جدا والنادي الاهلي محتاجه الفتره اللي جايه. وسط قصه الصفقات والاهلي هيجيب لعيبه من مين وما اعرفش مين والبنوبي وزيكو وكلام مهاجمين اجانب والكلام ده، رغم ان كولر ما كانش عايز، لكن كابتن محمد رمضان قال له ده استراتيجيه نادي وكولر وافق. بس موضوع الدولار وضعه ايه؟ انا النهارده فوجئت باحد الاهلاويه الكبار بيبعت رساله، الكلام ده معلن يعني مش كلام سري يعني، للمهندس خالد مرتجي بيقول له خالد بيه صباح الفل، السؤال هنا هل الاهلي كمؤسسه مجبر انه كل مداخيله من العمله الصعبه تورد لخزانه الدوله ومصاريفه الدولاريه يتم تدبيرها بمعرفته؟ فالمهندس خالد مرتجي رد بمنتهى الوضوح قال له لا، مواردنا الدولاريه كنادي اهلي يعني بنصرفها على الاجانب والبعثات. النادي الاهلي على فكره بيدفع حوالي 2 مليون دولار للاجانب تقريبا كل شهر. كل شهر مرتبات لعيبه مدربين في كل اللعبات. قال له المهندس خالد مرتجي قال لكن المدخلات اقل بكتير من المخرجات، لذلك بنجتهد لايجاد الحلول لان الدوله ما بتوفرلناش الدولار. يعني انت ليك ليميت. طبعا انت واحد بيصرف مليون و2 مليون دولار الدوله هتفضل تديله الكلام ده؟ لا طبعا ليك ليميت. فكان رد هنا مهم جدا المهندس خالد مرتجي، قال له مع العلم بقى ان ايه؟ ان عندنا مصري، عندنا جنيهات يعني عمله مصريه، لكن ما ينفعش نغيره من السوق الموازي. يعني مش الاهلي اللي يتعامل مع السوق السوداء. النهارده اقول لك انا هتعامل مع السوق السوداء هاخد كذا
وادفع كذا واعمل كذا. فالاهلي قال لك لا، ما اقدرش اتعامل مع السوق السوداء. ليه؟ دي قضيه امن دوله، مش الاهلي اللي يعمل كده عشان يجيب صفقه ولا يجيب ما اعرفش ايه، ولا الجمهور يهلل يروح يخالف القانون يتعامل مع السوق السوداء. انا ما اقدرش. في واحد بيقول لي طب السوق السوداء دلوقتي يا عم احمد جلال قريبه من السوق العادي، ولو يعني لو انت بتتكلم في فرق بسيط، يعني 10 15 20 قرش، ساعات بيوصل نص جنيه، فارقام كبيره لا يفرق طبعا. تتكلم في 10 مليون و15 مليون دولار وما اعرفش ايه وكلام، فيفرق رقم كبير جدا يعني، ده ثروه لوحدها. يعني بتتكلم في 10 مليون دولار ممكن تعملها في الاخر تعملها مليون جنيه 2 مليون جنيه، حاجات كده، حاجه ضخمه يعني. فالموضوع او 5 مليون لو نص جنيه يعني، فارقام كبيره. فالاهلي قال مش هينفع نتعامل مع السوق السوداء، ولا نتعامل مع اي سوق موازيه، ولا نتعامل مع افراد، لان احنا في النهايه مؤسسه تخضع للدوله، وده كلام محترم ما اقدرش اقول حاجه عنه. احمد بلال وتسخين جديد واستفزاز لاوضه اللبس في الزمالك زي ما قال الزملكاويه وهم محقون. احمد بلال طلع وقال تصريح جديد، قال لك ايه؟ الزمالك بيكسب الاهلي ماتش بيعيش عليه 30 سنه، مش بعيد ياخدوا معاهم كاس السوبر الامارات. اللي حصل في السعوديه مش هيحصل تاني في الاهلي، لان الاهلي ما بيخسرش ماتشين ورا بعض. فطبعا الكلام كل بقى السوشيال ميديا الزمالك وهم محقون، المره الثانيه بقولها، قال لك يلا بينا بقى على اوضه اللبس ونعلق التصريح ده للاعيبه نادي الزمالك، ده انت زبون لقطه يا احمد يا بلال. فالموضوع دخل في قصه كبيره قوي. احمد بلال برضو يعني اذا كان التصريح ده صعب جدا، فكره ان اصل الاهلي ما بيخسرش ماتشين ورا بعض، الكوره ما فيهاش كده، ما فيهاش حاجه حد يبدا المكسب على طول، مفيش حاجه اسمها اصل خسرت الماتش اللي فات فما بخسرش ماتشين ورا بعض. الكوره اللي يجتهد، اللي يبحث عن التوفيق، ربنا يكرمه. واحد تاني بيشتمني، ما شاء الله ربنا يكرمك. في ناس داخله بتشتم وخلاص، لا مش على الشات ده، بيشتمني على الخاص كمان، ما شاء الله. والله الواحد يعني خلاص بيتعامل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، فعادي يعني. اما واحد يقول لك انت ويشبهك بكائنات اخرى غير البني ادمين، ربنا يصلح الحال. يعني الواحد بيقول يعني ربنا يسترها علينا بيها اهو. يعني ده لو انا خدت الكلام ده وقلت له ان انا هبعت رساله او مباحث الانترنت، هتلاقيه استخبى تحت الارض لما يشتمني باهلي وابويا وامي. ليه كده؟ طيب ليه كده؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. طيب لا اله الا، عمال يشتم برضه يا جماعه. طب هو اسمه كريم الجمال على فكره، يعني اسمه كريم الجمال. انا دي قلت لك اسمك قدام الناس اهو المحترمه اللي موجوده اهو، اسمه كريم الجمال. بقول لك يا كريم يا جمال قدام الناس المحترمه، الرسائل اللي انت بعتها وبتشتمني فيها على الخاص قدام النائب العام انا هبعتها لك، ويبقى خلي بقى اللي حرضك يبقى كويس. بس اهو يا جماعه انا بقول قدامكم اسمه كريم الجمال، وبعت لي رسائل شتائم صعبه جدا على الخاص. لو راجل خلي الرسائل زي ما هي ماشي. فكلام بلال مش كويس يا جماعه. بلال اتكلم عن الاهلي زي ما انت عايز، ما تقللش بالزمالك. وما اعرفش انت ليه الحكايه بدات تخش معاك في المنحى ده يعني. حتى موضوع بنتايك امبارح قال لك انا مش هتكلم لحسن يقولوا ان احمد بلال هو السبب في ان بنتايك هو اللي خد يعني، او موضوع المنشطات اللي لسه طبعا لم يثبت حتى الان يعني. كل ده كلام لسه مش على الارض، لسه الموضوع مش واضح معاه. طيب فبلال يعني انا يعني مش شايف ان كلامك صح. بعد اذن حضرتك ما تقعدش تقلل من نادي الزمالك. نادي الزمالك نادي كبير، نادي محترم، ويجب ان تتعلم مما حدث قبل كده يعني. فاتمنى ان الموضوع ما ياخدش المنحى ده. طيب كابتن بلال احمد محمد رمضان بدا يتخذ بعض القرارات، منها ما حدش يسهر بره البيت بعد الساعه 10 الا باذن كتابي وبالتنسيق مع كابتن الفريق محمد الشناوي. خلي بالك الكلام دلوقتي بقى كابتن محمد رمضان وكابتن محمد الشناوي. كابتن سامي مصطفى تفرغ للامر الفني، وده امر كويس، ده كويس. نحضر مناسبات خاصه بدون اذن كتابي، التواصل من خلال كابتن فريق محمد الشناوي. يعني مش كل لعيب ينفع سماعه تليفون يتكلم برضه محمد رمضان، ده كلام سليم. الصفقات احتمال يكون في 3 صفقات، القيد المحلي مفتوح حتى يوم 25، واي لاعب هيتم التعاقد معاه يستطيع اللعب في بطوله الانتركونتيننتال. طبعا ده احنا عارفين الكلام ده صحيح. زيكو لو جه هيبقى الاقرب للقيد الافريقي مع عبد الرحمن البنوبي.
واحتمال محمد اسماعيل ورباوي مهاجم افريقي. 4 صفقات اعتقد صعب، يعني ممكن يجيب صفقتين او 3 بالكتير، انما 4 دي اعتقد الموضوع هيبقى صعب قوي يعني. طيب عايز اقول ايه تاني؟ إيه، عشان مفيش حاجه تهرب مني. يعني دي ابرز الامور، ونتمنى ان شاء الله للجميع التوفيق، وبكره ان شاء الله الجمعه مباركه عليكم جميعا باذن الله. شكرا جزيلا، سلام عليكم.